السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على اليوز افكت هوك. باذن الله بعد الفيديو ده مش هتبقى محتاج تتفرج على اي فيديوهات تانية خاصه باليوز افكت هوك، هتعرف ازاي تستخدم اليوز افكت بكل بساطه. فجهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. زي ما انت شايف كده يا صديقي، انا عندي هنا في الاب كومبوننت عباره عن كاونت، وهنا بعض الجي اس اكس، وهنا المفروض البوتون ده بانكريمنت وبديكريمنت، وشفنا المثال ده قبل كده في اليوز ستيت هوك لما كنا بنشرحها بالتفصيل. فلو عايز تشوف اليوز ستيت هتلاقيها في نفس البلاي ليست دي، روح اسمع الفيديو ان شاء الله يبقى مفيد جدا ليك. ولكن دلوقتي احنا جايين نتكلم على اليوز افكت، فقبل ما نتكلم عليها تعالى بس نبص على الاوتبوت هنا ونشوف كل حاجه شغاله، انكريمنت بديكريمنت، كل حاجه زي الفل، كل حاجه تمام مفيش مشكله. تمام، دلوقتي بقى يوز افكت من اسمها كده يوز افكت، يعني عندي هنا افكت. ايه الافكت دي؟ اي ابلكيشن عندي بيبقى فيه سايد افكت، ممكن انا اقدر اعمل كنترول عليها او اقدر اتحكم فيها او اقدر استخدمها بشكل معين. فاليوز افكت هنا بيخليني اقدر اتحكم في السايد افكت بتاعه الكومبوننت بتاعتي او الابلكيشن بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف دلوقتي. تعالى بقى اول حاجه نبدا نستخدم او نكتب اليوز افكت عشان بعد كده نبدا اللي احنا هنشرحها بالتفصيل. فانا اقول له هنا اليوز افكت جايه عن طريق ايه؟ طبعا رياكت، فعملت لها امبورت، وطبعا دي طريقه كتابه اليوز افكت زي ما انت شايف كده. وعندي هنا الديبندنسيز هنبدا نتكلم عليها ان شاء الله. تمام، هنا اول حاجه ده جوه البرانسيز دي، قصدي جوه الكاليبريز دي، هنا إيه اللي بيحصل؟ ده الكود اللي بيتعمل له الرن. كود ويل رن بيتعمل له ران امتى؟ لما الكومبوننت بتاعي بيتعمل له ماونتنج او الكومبوننت بتاعي بيشتغل. ده الكود اللي بيحصل له ران هنا. طيب تعالى كده نشوف. اقول له هنا بكل بساطه console دوت لوج، اقول له هنا اعرض لي الكاونت بتاعي. تمام، اقول له هنا اعمل لي مسج count is، بصي لي هنا الكاونت، مفيش مشكله. فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نعمل ريفرش. هنا الكاونت از 0، مفيش مشكله. عملت انكريمنت الكاونت از 1، ولكن هنا المفروض انا بقول له اتحكم لي في السايد افكت. هو فعلا حصل سايد افكت. ايه السايد افكت؟ ان الكاونت بتاع ده اتغير، ولكن انا ما قدرتش اجيب الفاليو بتاعته. طب ده ليه بقى؟ بكل بساطه عشان هنا انا قلت له في اما الابلكيشن يتعمل له ماونتنج او الكومبوننت يعمل له ماونت، ايه اللي يحصل؟ يعرض لي القيمه بتاعه الكاونت. ولكن انا ما قلتلوش كل ما يحصل تشينج في الستيت بتاعه الكاونت دي اعرض لي الكاونت في الكونسول. طب اعمل الموضوع ده ازاي؟ ودي فايده الديبندنسيز هنا. الديبندنسيز دي بكل بساطه انا بقول له انا هديك حاجه تلسن عليها، مجرد ما هي تتغير شغل لي اليوز افكت دي من اول وجديد. طيب لو قلت له هنا كاونت، الكاونت ده المفروض دلوقتي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا اما اجي اشغل الكود بتاعي اول هنا عمل له ماونت، فبالتالي اليوز افكت اشتغلت اول مره، قال لي كاونت از 0، ما عنديش مشكله، الكلام ده كله سليم. اعمل كلير للكونسول واعمل انكريمنت. اللي حصل كاونت از 1. جميل جدا. ده معناه ايه؟ ان هو الليسنر هنا اللي اتحط على الديبندنسي شاف الكاونت اتغير، فبالتالي عرضه تاني. عملت ديكريمنت يبقى الكاونت از 0، انكريمنت الكاونت از 1، وهكذا، وكل حاجه زي الفل. طيب دي تاني حاجه. اول حاجه هنا ده الكود اللي بيشتغل، ده الليسنرز اللي انا بحطها او بقول له هنا الكود ده هيشتغل تاني اللي موجود هنا لما الليسنر ده يحصل فيه تشينج زي ما حصل بالظبط. طبعا ده فيري سيمبل بروجكت، مش عامل كومبلكس بروجكت يعني، ولكن ان شاء الله هيبقى فيه تطبيقات عمليه كبيره جدا، بيج بروجكت على القناه باذن الله خاصه برياكت. فتابع القناه ان شاء الله نزل عليها حاجات كويسه الفتره الجايه يعني. تمام، هنا دي تاني جزء اتكلمنا عليه. احنا اول جزء اتكلمنا عليه هنا الكود اللي بيرن، هنا الديبندنسيز او الليسنرز اللي بتتحط لما يحصل تشينج في الستيت دي او في الحاجه دي، ان اليوز افكت دي بتبدا تشتغل من اول جديد. وعندي تالت حاجه هنا، حاجه خاصه اسمها الكلين فانكشن. دي اوبشنال فانكشن، دي اتس اوبشنال فانكشن، ممكن تكتبها وممكن لا، وليها استخدامات معينه. الاوبشنال فانكشن دي عباره عن فانكشن بالظبط كده، ريتيرن فانكشن بالشكل ده كده. هنا دي بتعمل ايه؟ بكل بساطه هقول له هنا console.log cleaned effect مثلا، cleaned effect. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. دي زي ما اتفقنا اوبشنال فانكشن، فممكن اكتبها ممكن لا، مش هيبقى عندي ميسن ايرور يعني لو ما كتبتهاش. إيه اللي هيحصل هنا؟ عملت هنا clean effect، فدلوقتي انا هقول له increment، هنشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل؟ عمل cleaned للافكت بتاعتي، وبعد كده عمل
زود الكاونت بتاعي. يعني ايه اللي حصل هنا؟ عمل كلين للفانكشن بتاعتي او اليوز افكت قبل ما يرن تاني الكود بتاعي. يعني ايه ده بنستفاد بيه بايه؟ بكل بساطه هنا ممكن يبقى عندي تايم اوت مثلا. التايم اوت ده محتاج كل مره يحصل تشينج جوه فاليو معينه، قبل ما يعمل ري رن للكود ده من اول وجديد ويكريت تايم اوت من اول وجديد، يشيل التايم اوت القديم. فهمت قصدي؟ يعني انا مثلا عندي كود معين، الكود ده المفروض اما هو بيتعمل له بيتغير مثلا الكاونت مثلا من هنا بيتغير، بناء على ذلك بيتكريت هنا تايم اوت. انا محتاج كل مره لما يجي كريت تايم اوت جديد يشيل اللي قبل كده قبل اصلا ما يكريت تايم اوت جديد. فبالتالي دي اسمها الكلين فانكشن، ودي اتس اوبشنال، وزي ما انت شايف كده بتشتغل بيفور النيو ريندرنج. زي ما انت شايف كده كلين افكت، بعد كده كاونت از 1، عملت ديكريمنت هيعمل لي كلين للفانكشن الاول، بعد كده count is zero زي ما انت شايف كده. دلوقتي تعالى نبدأ نبص على الدوكيومنتيشن في الجزء الخاص باليوز افكت. زي ما انت شايف كده بيقول لك طريقه الاستخدام، هنا السيت اب بتاعتها، ودي الديبندنسيز، وده اللي احنا اتفقنا عليها، اللي انت بتليسن على فاليو معينه. وهنا بيقول لك هنا مثلا عندي هنا تشات روم، عندي هنا سيرفر يو ار ال، وهنا سيت سيرفر، ودي عباره عن يوز ستيت عاديه خالص. هنا اليوز افكت ده بيعمل كونكشن لما في مرحله الماونتنج، بيعمل كونكشن، ده اللي انا عايز اعمله. لما الكونست بيحصل هنا كونكشن، بيكريت كونكشن جديد، بيبعت له سيرفر يو ار ال، وهنا الروم بتاعي، وهنا بيعمل كونكشن دوت كونكت. وهنا الكلين فانكشن اللي انا عايزه كل مره يحصل تشينج في السيرفر بتاعي ده، او يحصل تشينج في السيرفر بتاعي او في الروم اي دي. إيه اللي يحصل؟ يروح الاول يعمل ديسكونكت للكونكشن اللي كان موجود قبل كده عشان ما يبقاش فيه تو كونكشنز، ويروح يعمل كونكت من اول وجديد. وبناء على ذلك كل مره هيحصل تغيير في السيرفر يو ار ال او الروم اي دي، هيروح هنا يكلير، يعمل كلين لليوز افكت، وبعد كده يروح يعمل كونكشن من اول وجديد، وهكذا. ودي طريقه بتوضح لك الفكره ماشيه ازاي. ولو بصيت على الدوكيومنتيشن هتلاقي فيه امثله كتيره جدا بتتكلم على موضوع اليوز افكت، والموضوع بسيط جدا مش معقد ولا اي حاجه. فبص على الدوكيومنتيشن هتلاقي هنا في مثال زي كونكشن تو شات سيرفر، listening تو جلوبال براوزر، نفس الموضوع بالظبط. هنا في بوزيشن، لا ولا اكنكم شفت حاجه. هنا في كونست بوزيشن هنا، والفانكشن اللي بست بوزيشن دي عباره عن ستيت عاديه فيها محور الاكس ومحور الواي زي ما انت شايف كده. وعندي هنا فانكشن بتهندل الموف، وهنا كل مره بتباصي البوزيشن الجديد بتاع الكلاينت اللي هو الكارسر ده بالمناسبه عشان يعمل الهوفر اللي على الكارسر ده. وهنا محور طبعا الاكس ومحور الواي. وهنا بيضيف هنا جوه اليوز افكت ويندو اد ايفن ليسنر اللي اسمها بوينتر موف، اللي هو زي ما انت شايف كده بيباصي الهاند فانكشن اللي اسمها هاند موف، اللي هي بتسيت البوزيشن جوه الستيت والحاجات دي كلها. وكل مره بيحصل لو هيحصل تشينج محتاج ان هو ايه يغير في مرحله الماونتنج. كل مره بيماونتنج محتاج ان هو، او كل مره بيرندر محتاج ان هو يغير او يريموف الايفنت ليسنر اللي اسمها بوينتر موف. فالموضوع بسيط جدا، ما عندناش مشكله. ودي امثله هتوضح لك فكره اليوز افكت بشكل واضح. طبعا بقول لك بص على الدوكيومنتيشن عشان هتلاقي امثله كتيره جدا غير اللي انا عملتها، عشان الموضوع عندك يبقى سهل وملم بكل حاجه ان شاء الله. وده بكل بساطه موضوع اليوز افكت. وبس كده يا صديقي، ان شاء الله الفيديو يكون بالنسبه لك بسيط وسهل. وباذن الله في الفيديوهات الجايه هنبدا نشرح هوكس مختلفه، وكمان هنعمل كاستم هوكس لا غنى عنها في اي بروجكت. فتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب عشان تشجعني ان نكمل، واعمل لي كده كومنتات عشان الفيديو فايرال بقى ونوصل للناس. بس كده يا صديقي، قول لي لو الفيديو عجبك عشان ده بيشجعني ان استمر. عايز تنتسب في القناه هتلاقي لينك اللي تساب فيه او الكومنت او في الديسكربشن بوكس ولينك بيبال. بس كده يا صديقي، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.